لاحظ عزيزي المشاهد إن قلت في العنوان أهم، مش أحسن ولا أفضل ولا أجمل ولا أفشخ ولا أطول ولا أتخن شخصية، عشان مش جاي أعمل مقارنات ولا أقول مين أحسن من مين، لكن إزاي شخصية توني سوبرانو غيرت المسلسلات للأبد وبدأ ثورة في التلفزيون لغاية دلوقتي نتائجها شغالة وبنشوفها. وده مش رأي أو مجاملة ولا تفضيل شخصي مثلا ولا حاجة، لكن حقيقة على أرض الواقع، وما أعتقدش إن في حد ممكن يشكك فيها، بالذات بعد ما يشوف الحلقة دي ويفهم بالظبط إيه اللي عمله توني ومسلسله. فاعمل كده لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف مع بعض ليه توني سوبرانو أهم شخصية في تاريخ المسلسلات. We arrive at a phenomenon that many knowledgeable critics have called one of the finest series in the history of television. It is, of course, The Sopranos. The Sopranos made a lot of money. And after that, well, right. All those guys in those offices go, let's do that. Yeah. And you can see the influence of The Sopranos certainly in all the anti-hero shows that came afterward. People seemed hungry to have a lead character that was perhaps as complicated as they are. Tony Soprano is going to mean something to several generations of people. And to see that show be that good, that sophisticated. That's where my real education about crime writing started, and I kind of learned by osmosis how people like Tony Soprano acted, thought, talked, and behaved. Would Breaking Bad have been made if we didn't have The Sopranos? I don't think so. Forget about the way that Tony Soprano makes his way in the world. That's just to feed his children. There's two Tony Sopranos. You've never seen the other one. That's the one I want to show to you. لو جيت قلت لي في مسلسل عن مدرس فيزياء عنده مشاكل مع أمه ومخنوق من الدنيا ومفيش في إيده أي حاجة يعملها عشان يعدل من وضعه، هتقول لي أنا أعمل له إيه يعني؟ ما كلنا كده وعندنا مشاكل أكبر منه. صباح الفل يا عم الحاج. فبطبيعة الحال إيه اللي يخلي الناس تيجي كل أسبوع وتسيب اللي وراها وقدامها وتوقف حياتها لمدة ساعة مثلا عشان يشوفوا واحد زي ده؟ الإجابة كانت توني سوبرانو. إزاي؟ لأنه قدم حل سحري خلاه شخصية مثيرة للاهتمام وقريبة من الجمهور بنفس الوقت. عشان توني سوبرانو في الأول وفي الآخر مجرد رجل حزين عايز الناس تحبه تحتويه قبل ما تخاف منه. حياته زي ما فيها فواصل كوميدية عبارة عن حلقة مستمرة من المعاناة، حاسس زي كتير مننا انه اتولد في زمن غلط او جاي متأخر بعد ما كل حاجة حلوة خلصت ومضطر ان هو يكون في مكان ووسط ناس مش فاهمينه ولا هو قادر يتعامل معاهم. It's good to be in something from the ground floor. I can't too late for that. I know. But lately I'm getting the feeling that I came in at the end. The best is over. عايش طول حياته شبه المهرج الحزين، تبص عليه تقول ماله ده زي الفل اهو، بينما من جواه بيعيش أسوأ يوم في حياته كل يوم بتشوفه فيه. لأن مشكلة توني سوبرانو في الحياة إنه بينتمي لعائلتين، أو زي ما المسلسل حب يقول عايش بوجهين، هو واقف وسطهم حيران وخايف، مش قادر يوازن بين انتمائه لجهة عن التانية. هل هو رجل عائلة مكانه في البيت مع زوجته وأبنائه، ولا رجل عصابة أولويته مع العائلة الأكبر في الجريمة اللي اتولد وتربى وعاش وكبر فيها؟ هو مين من الاتنين؟ ده الصراع اللي في داخله وبيسبب عدم التوازن في حياته. أوقات بيميل لكونه مجرم وبيخرج أسوأ ما فيه، وأوقات تانية بيغلب عليه الحنية والضعف ويبقى عايز يجري يستخبى في البيت. طب لو تخلى عن عائلته الأكبر وساب الجريمة هيكون إيه؟ You know, I put food on the table. My father was in it. My uncle was in it. Maybe I was too lazy to think for myself. Considered myself a rebel. Maybe being a rebel in my family would have been selling patio furniture on Route 22. مجرد رجل في منتصف العمر بلا أي مقومات في الحياة أو تعليم أو مميزات تخليه يعيش مرتاح أو سعيد، ولو تخلى عن زوجته وعيلته يبقى كل اللي هو بيعمله بلا فايدة أو أهمية، وما يفرقش عن أي مجرم عادي عايز النشوة فقط، وهيخلص رصيده من المخدر اللي بيصبر نفسه بيه إن كل ده عشان مستقبل أفضل لأطفالنا. ولكن بتيجي عليه أوقات بيحس إن الطرفين بيتخلوا عنه، وعنده خوف من التخلي إنه في يوم من الأيام هيفقد أهميته بالنسبة ليهم كلهم، وإن محدش بيقدره فعلا ولا مهتم بيه إلا بقدر المصلحة اللي يقدروا يطلعوا بيها منه. فعشان كده دايما عايش في توتر ومش قادر يرتاح. حتى والدنيا هادية ويعتبر مفيش مشاكل هتلاقيه هو دايما كده اون ايدج، وبيقوم بتصرفات عنيفة ومتطرفة أحيانا بلا داعي أو تفسير واضح، لأنه حاسس إنه دايما لازم يثبت نفسه ويثبت أحقيته بالحياة اللي هو عايشها، لأن طبقا لأمه هو عمره ما كان ولا هيكون كويس ولا يستحق أي حاجة عشان مش زي أبوه القديس. Tony would rather die than see you hurt. Johnny was a saint. فهتلاقيه مثلا مش زي أي زعيم عصابة ولا فيلن جه قبله، مش عايش بطرف زيادة عن اللزوم في قصر ضخم أو محاط بعصابته حواليه طول الوقت، ولا اللي هو ماشي بسلاح بيموت في خلق الله بسبب بدون سبب، أو شكله بلطجي ومستفز في العادي كده، لكنه راجل عادي عايش مع مراته وعياله في بيت محترم، يظهر على السطح كده إن هو بيعملهم حلو ويهتم بيهم طالما مش بيتدخلوا في شغله وحياته التانية. عنده مشاكل شبه كل الناس، وهو نفسه مش قادر يتحمل ضغط الحياة والشغل، وده بيسبب له بانيك أتاكس، وبيضطر يشوف دكتورة نفسية ويكتشف واحدة واحدة
إن عنده اكتئاب ومشاكل من الطفولة بتلاحقه مهما عمل أو حاول يغطي عليها بادعاء القوة والسيطرة، لكن من جواه عيل صغير خايف ومرعوب عايز أمه تاخده في حضنه بالليل عشان ينام مطمن. فالشخصية طلعت قريبة من الناس وبرضه حقيقية وواقعية، لدرجة إن زي ما قيل على لسان بعض صانعي المسلسل إن رجال المافيا كانوا معجبين بسوبرانوس وبالأخص البطل توني، وكذا مرة كلموا البطل جيمس جاندولفيني ومدحوا أداؤه واللي بيعمله في المسلسل، والإف بي آي لقطوا كلام من عصابات بيتكلموا عليه ويناقشوا أحداثه وهكذا. Have you ever had any comments from genuine wise guys about the authenticity of the show? Yes. Do they tell you that they think it's authentic? Oh, yes. That's important, isn't it? I find they'll give me advice sometimes. Really? Didn't one of them once tell you not to wear shorts in a barbecue scene? Yes, he was very upset by that. بالأساس لأن جيمس جاندولفيني كان الاختيار المثالي، مع إنه ما كانش الأول ولا الأساسي أصلاً، والمغني ستيفن فان زاندت كان الاختيار الأول للصانع ديفيد تشيس اللي كان شايف إنه أكتر واحد مناسب للدور، وبيفكروا كده بمايكل كورليوني. Just when they thought I was out, they pull me back in. لكن مع تردد HBO تراجع وقام بيه جيمس جاندولفيني في النهاية وكتب دور سيلفيو دانتي مخصوص عشانه، وحتى زوجة الممثل الحقيقية هي اللي لعبت زوجته في المسلسل. لكن النتيجة مهما شفت مسلسلات أو ممثلين مفيش حد هيقرب من توني سوبرانو وجيمس جاندولفيني. سبحان الله، تحس إن الدور معمول عشانه أو هو مولود عشان الدور ده. ما تقدرش تفهم إزاي ممكن ممثل يوصل للدرجة دي في عمل خيالي ويعمله بالشكل والجودة دي، رغم إنه عكس شخصيته الحقيقية تماما. وجيمس راجل غلبان وطيب في الحقيقة وبيتكسف بسهولة لما حد يكلمه في الشارع أو يسلم عليه، ولذلك بيرفض لقاءات وحوارات عشان خجول جدا ومش بيحب يكون تحت الأضواء. فاللي هو طلع بالشخصية دي إزاي ومنين؟ I'm not Tony Soprano by any means. You know, it's an exaggeration of everything. But there are seeds there, which David Yeah, I think saw. so. After 4 or 5 years, there are seeds. One reason people, you know, are good at certain characters after a long time is because the writers see stuff and they put it in, and it makes life easier for you. ويعني في العادي قدرة الممثلين على القيام بالمهنة دي حاجة خرافية، لكن ده بالذات معجزة، واللي هو كمان كان حاجة جديدة وغير معتادة وقتها، لأن أغلب ممثلين التلفزيون ما كانوش كده ولا أصلا متاح قدامهم الإيموشنال رينج اللي عند توني، لأن ببساطة التلفزيون كان بيتشاف على إنه حاجة أقل أو مجرد وسط تجاري بيحلب في مسلسلات وحلقات عشان الربح المادي المعتمد على الإعلانات والرعاة فقط لا غير. فمفيش ممثلين كويسين أساسا بيشتغلوا فيه، وقلما نجم كبير أو موهبة تكمل للنهاية في نفس الوسط ده، ومفيش مثلا غير ممثلين راحت عليهم عشان ينتقلوا من السينما لهناك بعد ما مسيرتهم تقع، وبالتالي الشخصيات معظمها سطحية وبسيطة. أكيد طبعا في استثناءات، لكن أغلبها مش محتاجة أي شغل بجد لأنها نسخ من بعضها، وهنتكلم على الحتة دي قدام بعد دقايق. بس مع جيمس جاندولفيني ما كانش توني سوبرانو كاريكاتير أو ستيريوتايب، لكن حاجة إنسانية لأبعد مدى، ونزع عنه هالة العظمة والغموض بتاعت ناس زي فيتو كورليوني مثلا، ولعب الدور من زاوية عاديته أو إنه شخص عادي عنده برضه تناقضات وضعف وخوف، مش بس بالكلام لكن بالفعل وحركته وطريقة كلامه، مع صوت أنفاسه اللي هو دايما تحسه بينهج أو تعبان مش قادر، بجانب غضبه المكتوم والألم اللي في عينيه اللي بينقل بيه كمية مشاعر أبلغ مليون مرة من الكلام أيا كان عبارة عن إيه. مع طبع جاندولفيني الصامت المتحفظ خلى حاجة زي دي جزء من توني نفسه مش تمثيل، ومنح الشخصية قوة الصمت. أنت حرفيا بتحس بكل حاجة هو بيمر بيها من قبل حتى ما يقول ولا يتصرف على أساسها، وكل مرة بيخدعك بوشه اللطيف وملامحه الوديعة ولا يا عم مش هيعمل كده. لكن المرحلة اللي خد الشخصية ليها فاجأت حتى صانع المسلسل ومؤلفه، وتقدر تقول خد الشخصية منه وما بقتش بتاعته خلاص زي الأول. وده اللي هيظهر مثلا في الحلقة الأولى لما كان كريستوفر بيقول لتوني إنه هيعمل قصة حياته فيلم، كان المفروض توني يزعق فيه ولا يديله بالقلم على وشه وخلاص، لكن جاندولفيني كان فاهم توني سوبرانو من البداية لدرجة إنه شد كريستوفر وكان هيضربه، لأن ده اللي توني هيعمله، لأن زي ما بتتابع الباتشينو ولا دينيرو أو دانيال دي لويس وبتثق في قدراتهم مش بس على إبهارك لكن إن عندهم حاجة يقدموها، واللي هتستثمره بتركيزك واهتمامك هيكافئك بمشاعر صادقة وأداء حقيقي مش فيك ولا كرينج زي أي حد تاني. وبعكس الأساطير دول اللي بيعملوا الأداء في ساعتين 3 مرة واحدة، ده لازم مش هقولك يحافظ على الأداء ل6-7 سنين، ده لازم يتطور مع كل سنة وكل موسم جديد، ما ينفعش يبقى نفس الشخصية ولا نفس الشكل وكل مرة بأبعاد جديدة ومشاعر مختلفة معاها تناقضات متضاربة مع اللي قبلها عشان يضمن متابعة الجمهور ليه طول الوقت ده. ولازم يعيد اكتشاف نفسه وشخصيته أكتر من مرة ويدخل في جوانب من نفسه ما كانش ممكن يعرف إنها موجودة أساسا، وده طبعا هيدفع ثمنه غالي جدا في الواقع. زي ما قال أحد منتجي المسلسل إن عبقرية جاندولفيني في الشخصية جت من إنه تواصل مع جانبه المظلم وزود من أزماته ومشاكله النفسية. The whole show is difficult for him because he is not I mean, the Tony Soprano must be part of his personality. There must be something there he can tap into. But he's also a very soft, kind of almost a hippie kind of a guy. And all the brutality and the cruelty, I think,
the unending cruelty that show got to him, and he had to go to a dark place to get there. لدرجة إنه كان بيتعمد يضايق نفسه ولا يزود معاناته عشان يعرف يلعب توني في الأحداث وينقل الغضب والإحباط بتاعه على العالم بالشكل اللي شفناه، والموضوع ده ممكن نبقى نتكلم عنه بعدين بالتفصيل، لكن اللي يهمنا هنا هو إن جيمس جاندولفيني اقتبس كتير من معاناته مع الاكتئاب وطلع أحداث وحاجات من ماضيه الأليم اللي هو نفسه عاشه في الواقع بنفس الطريقة اللي عملها صانع المسلسل ديفيد تشيس اللي بنى كل ده على نفسه واكتئابه وعلاقته بأمه اللي كانت نسخة طبق الأصل من ليفيا سوبرانو في الحقيقة، ويمكن تكون أسوأ كمان. My mother was sort of the model for Livia Soprano. And I used to tell people stories about my mother and the things my mother said and did. And everyone I knew, my wife first of all, said, someday you have to write about her because she's hysterical. ولما عمل فكرة سوبرانوس الأولية كانت عبارة عن فيلم خلاله علاقة توني وأمه، وفي النهاية توني بيموتها عن طريق إن هو يخنقها بمخدة عشان يخلص من كل ده ويرتاح، وما تقولش يعني هو ممكن مثلا يموت أمه فعلا، هو يعني بيهمه، وما هو موت قرايبه أكتر من مرة في المسلسل ولا أثر في حاجة، ومحدش عارف كان ممكن يحصل إيه فعلا بين توني وأمه لأن الممثلة توفت بجد وكانت مريضة من بداية المسلسل، وكان لسه ليها المفروض دور مكمل في الموسم الثالث، وكل الاحتمالات ممكنة زي ما توني علمنا مع الأحداث، وده التغيير الثاني اللي قام بيه توني سوبرانو في المسلسلات لأنه يعتبر أول بطل مضاد أو أنتي هيرو حقيقي في تاريخ المسلسلات، يعني من ساعة ما التلفزيون بدأ كان لازم البطل يكون محترم وكويس وبتاع خير، وحتى لو بيعمل حاجات غلط أو مجرم مثلا لازم يكون ليه وجه آخر في الخير أو بيحاول يصلح نفسه، لكن توني سوبرانو لا عنده وجه آخر ولا بيصلح من نفسه وبيعمل كل حاجة غلط ممكنة. دلوقتي ممكن يبان الموضوع ده عادي أو الطبيعي، لكن وقتها كان اختراع وحاجة جديدة، وبالنسبة لناس كتيرة مش ممكن يحصل أو حد يوافق عليه، وبالتالي كذا قناة وشبكة رفضوا المسلسل خالص لأنهم كانوا عايزين مثلا توني يكون عميل FBI متخفي أو بيستغل الغطا ده عشان يحارب الإرهاب ومش عارف إيه، واللي هو يعني من الآخر جاسوس على المافيا أو شغال مع الحكومة بشكل ما، وده اللي بيقطع المسلسل الطريق قدامه تماما في الحلقة الخامسة من الموسم الأول اللي بيقولوا عليها غيرت التلفزيون، زي ما بيوضح الناقد الكبير ألان سباينوول في كتابه The Revolution was Televised، لأنها عملت حاجة جديدة وصادمة لأول مرة على الشاشة ومفيش أي عمل قام بيها قبل كده في أي مسلسل تاني قبل سوبرانوس غير أوز مثلا، وده حالة خاصة الكلام جاي عليه قدام، لكن مفيش بطل مسلسل بيبقى مجرم ويقتل كده بلا سبب قدام الجمهور، ما ينفعش والناس مش هتحبه ومحدش هيشوف العمل تاني، أو هكذا كان الاعتقاد أيامها، ولو لازم يعمل حاجة زي دي في أي مشهد لابد يكون لسبب واضح أو حاجة تستدعي ده، زي يدافع عن نفسه ولا يمنع جريمة تانية، ولو تابعت أي عمل قديم قبل الفترة دي هتلاقي إن هم دايما بيحاولوا يتجنبوا مشهد الجريمة نفسه ومش بيكون واضح أبدا ولا في تحدي واستفزاز لمشاعر المشاهد، لكن في الحلقة دي الموضوع اختلف، توني كان مع بنته في رحلة عائلية بحتة بيشوفوا جامعات وجو لطيف خفيف، لكن الحلقة بتدخل في ظلام بالتدريج لما فجأة توني بيشوف واحد انقلب على المافيا زمان وشهد ضدهم وبعدين اختفى في برنامج حماية الشهود، وخلي بالك من نقطة مهمة قوي، حتى هذه اللحظة توني لا قتل ولا عمل عنف حقيقي ولا أي حاجة وحشة بالمعنى الكامل لزعيم عصابة زي ما شفنا في الأفلام بتاعت سكورسيزي ودينيرو أو غيره قبل كده، رغم إن معروف إنه قاتل ومافيا بس محدش من الجمهور شافه بيعمل حاجة، وقد يكون أي شيء وحتى مرشد مع الشرطة، ده احتمال قائم برضه، مفيش وسيلة تتأكد بيها في النقطة دي، فعادي مش في دماغنا، فكان التحدي وقتها هل توني يبقى منافق ومنظر ويسيب الراجل عادي ومش هيعمل حاجة ويكون بكده تخلى عن مبادئ المافيا وعفى الله عما سلف، ولا هيعمل المتوقع منه ويموته ويغامر بنجاح المسلسل؟ الراجل نفسه تخلى عن ماضيه وما رضاش يموت توني لما كان قدامه الفرصة عشان بنته، لكن توني عمل العكس وما هموش وراح موته كده وخلاص، وطز في أي حاجة وأي حد وانتقم من واحد ما عملش حاجة غلط على الأقل بالنسبة لنا احنا، ودمر صورة البطل المعروفة في التلفزيون بالذات عكس الأفلام اللي خلي بالك كان ده بيحصل فيها عادي، كل ده رغم التحذيرات للصانع إن كده بدري قوي والمفروض ينتظر مثلا لنهاية الموسم عشان يفكر يعمل حاجة زي دي، لكنه رفض وصمم على رأيه. Television had been this very much sort of like with all these phony TV morals and lack of reality, and all of a sudden the guy that your entire network is riding on is going to strangle somebody to death with a piece of piano wire? That had never been done. What are you, crazy? You can't do that. That's the end. That's what he thought. وعمل الحلقة والمشهد وبدأ عالم جديد من البطل المضاد اللي مش لازم يكون كويس وعلى مزاجك ولا بيعمل حاجة كويسة في حياته، والمفهوم ده هيتطور مع المسلسلات اللي جاية بعد كده وهيقتبس كتير من السينما وشخصياتها، واللي هو غالبا الشخصية الرئيسية في العمل كله، لكن ملوش علاقة بصراع الخير أو الشر ولا في دماغه أي حاجة من دي، وما عندوش بوصلة أخلاقية بيقيس عليها أفعاله، ولو اللي هو بيعمله طلع خير ماشي، طلع شر برضه عادي وشغال بمزاجه هو فقط وبيحقق مصالحه، لا يتميز بالشجاعة أو يدعي الفضيلة ولا الحق
ودايما هتلاقيه شخص وحيد وتقدر تقول عنده مشكلة مع المجتمع بشكل عام، وكذلك من أهم صفاته إن هو كذاب ومخادع ونصاب. حتى شكله مش لازم يخليك تحبه أو تعجب بيه، عكس البطل العادي اللي لازم يكون آية في الجمال والأناقة، وشكله وتصرفاته المفروض يخلوك ما تحبوش وتتضايق منه، وحتى ممكن يقوم بأفعال مش كويسة بس في النهاية بيعمل المطلوب. وده اللي هيخلي توني سوبرانو يبقى أساس ماركة جديدة مسجلة في عالم المسلسلات هيدخل فيها التلفزيون العصر الذهبي الثاني أو الأول زي ما بيقولوا، مش موضوعنا، لكن نجاحه الكبير وتفاعل الجمهور معاه هيثبت صحة توجه رئيس شبكة HBO كريس ألبريخت، الوحيد من بين كل الشركات اللي وافق عليه بالشكل ده، وخد مغامرة كبيرة جدا وغير محسوبة أبدا على سوبرانوس بمسلسل مش معتمد على التقييمات أو المتابعة الواسعة من الجمهور. لكن قصة زي دي بطبيعة الحال جمهورها الأولي هيكون محدود وضيق ومن المشتركين في الشبكة فقط، وبيدفعوا فلوس عشان بس يشوفوا سوبرانوس بذاته، ومع نجاحه وولاء وحب الجمهور ليه هينتشر لباقي الناس اللي هيبقوا عايزين يعرفوا ايه ده. ودي على فكرة أساس فكرة الاستريمينج والمنصات اللي طلعت بعدها وبتوصل قمتها دلوقتي زي ما بنشوف. وسوبرانوس كان أول مثال ناجح لعمل أصلي للمنصة مش للتلفزيون ككل، ولو القناة قدرت تسوق ده للناس وتنجح فيه يبقى يقدروا يبيعوا أي حاجة للجمهور بنفس الطريقة، وهياخدوا معاه ثقة أكبر وتأييد من أصحاب الشبكة عشان يمنحوا الكتاب الحرية في التحكم في مشاريعهم ويشجعوا على تغيير المحتوى عن السائد بل ويبحثوا عنه كمان. Okay, so what am I looking for? Well, I look for stuff that takes the audience to an interesting world. This is sort of where I start now. Takes the audience to an interesting world and presents characters so that aren't often seen on television or aren't often seen right now. وده اللي هيطلع من HBO مسلسلات زي بوردوك امباير او 6 and the City, 6 Feet Under, Deadwood او The Wire ومسلسل روم وانتوراج او كيرب انثوزيازم، وهيتباعهم باقي الشبكات والقنوات بحاجات زي بريكنج باد بقى وذا شيلد وماد مين وذا واكينج ديد وجاستيفايد وسانز اوف اناركي، هاوس اوف كاردز وهاوس ام دي وديكستر وذا امريكانز وفارجو وجيم اوف ثرونز وغيرها. كل ابطال المسلسلات دي فيهم توني سوبرانو بشكل او باخر، اما زيه بالظبط زي والتر وايت وفيك ماكي وناكي تومسون، او شبهه من بعيد زي دون ريفر وجاك ستيلر وريلان جيفنز وهاوس. ويا حبيب قلبي يلا هتعترض وتقول ايه اللي جاب شخصيات زي دي لتوني سوبرانو؟ يا قلبي افهم، الفكره مش الشخصيه نفسها ولا المسلسل بذاته، لكن وجود ونجاح توني مهد لخروج الشخصيات دي بالشكل ده. ما والتر وايت فكره مختلفه تماما ومنفصله عنه، وباقي المسلسلات مفيش اي حاجه تربطهم ببعض غير روح توني سوبرانو في الشخصيات دي. I think what they were able to, David Chase was able to do in creating a character like Tony Soprano was certainly paving the way to allow the space for someone like Walter White to exist. توني هو النموذج اللي باقي الشخصيات بتتعمل عليه، مش لازم تكون زيه بالظبط، لكن فكرة البطل المضاد في مواجهة البطل العادي. قبل سوبرانوس كان لا يمكن يعملوا مسلسل بطله دكتور متنمر ومعدوم الإحساس، ممكن الناس ما تقبلش ده أصلا على الشاشة. ريك جرايمز ليه رجل في منتصف العمر ومراته بتخونه وعنده ابن بيحاول يتواصل معاه بصعوبة، وليه بيتحول مع الأحداث لشخص أسوأ ومجرم أكبر. وكذلك شخصيات شين وحتى نيجان نفسه، كل ده دلوقتي عادي أو مش جديد، لكن زمان ما كانش فيه كده قبل توني. فالفكرة إن هو مش تقليد ليه لكن متأثر بيه. تعال شوف أبطال معظم المسلسلات الدرامية الناجحة قبله كانوا عاملين إزاي، زي ميامي فايس أو وايز جاي أو توين بيكس أو هوميسايد لايف أون ذا ستريت أو ذا إكس فايلز أو ER أو لو أند أوردر أو زينا أو بابلون 5 أو ستار تريك وغيرهم. كلهم ناس بنسبة كبيرة بيرفكت أو كويسين، والخط واضح ومحدد بينهم بين الشر والفيلنز. مفيش منطقة رمادية بالمعنى الحرفي بعيد عن الأبيض والأسود، والأهم من أغلبها بطولات جماعية. يعني مفيش توني على رأس المسلسل، يمكن شخصية أهم من الباقيين ماشي، بس مش بطل لوحده ولا كل حاجة بتدور حواليه هو. وبالتالي مفيش قصة طويلة للمسلسل ولا تعقيدات بعيدة عن موضوع كل حلقة، اللي برضه كانت زي سكتشات أو أفلام قصيرة مثلا زي المسلسلات البوليسية والطبية، كل حلقة مريض بنعالجه أو قضية بنحلها، إنما مفيش تطور أو هدف معين رايحين ليه. وعشان كده كل بطل معروف تمامه من البداية خالص، وزي ما تقول كده واقف في مكانه، إما إن هو كويس وزي الفل أو وحش وابن مش عارف إيه. بينما توني عادي يبقى حلو وتمام وحزين عشان البط مشي ولا بيعمل حاجة حلوة لزوجته، والمشهد اللي بعده تلاقيه أوسخ خلق الله. مفيش درس معين نتعلمه من كل حلقة ولا حاجة، ولا هو بيحاول يقول حكمة معينة، لكنها رحلة كاملة بنتابعها من البداية للنهاية. وبدل ما كل حلقة منفصلة مع كل موسم على بعضه كده زي فصل في رواية، وبيمهد للي بعده وينقل القصة بالتدريج معاك، بيناقش فيها أفكار ويركز على حاجات معينة وثيم واضحة للجزء ده، بيطلع فيها فيلنز وناس جديدة ترخم على البطل. For The Sopranos, TV was largely about providing answers. Think about the setup, punchline of a sitcom, or think about cases that get solved before the last commercial break in a cop show. I mean, there's certainly been good and ambitious shows on television before, but what The Sopranos did
is it showed that pondering questions that don't have neat answers can be satisfying too. لكن ده ليه أبعاد أوسع قد تكون مش واخد بالك منها قوي، وهي إن الأسلوب ده والقصة الممتدة اللي فتح الباب قدام النظريات والتفسيرات والتحليلات لكل حاجة بتحصل، ولازم تركز مع كل مشهد وجملة بتتقال لأن غالبا ليها أهمية قدام أو هتكون مؤثرة في تطور الشخصية دي، بجانب طبعا الأبعاد الفلسفية اللي لقت طريقها للشخصيات والأحداث وبقت ممكنة حتى مع جمهور عادي مش مهتم بالكلام ده ولا يعرف عنه أي حاجة في العادي. طبعا أشهر الاستثناءات هنا كان توين بيكس اللي لو تركز يعتبر أصلا فيلم كبير عمله مخرج سينمائي محترم اسمه ديفيد لينش، يعني مش عمل تلفزيوني كامل زي الباقيين ولا هو طويل مثلا وقعد 5-6 مواسم ولا حاجة. ولو تفتكر مثلا مسلسل زي لوست ازاي غير الانترنت، وكان ظاهرة في النقطة دي بالذات وعلاقته بالمشاهدين والجروبات والمناقشات عليه اللي لغاية دلوقتي لسه شغالة سواء مع لوست أو سوبرانوس ونهايته، ولا التحليلات اللي واحد زي كده ممكن يعملها على الشخصيات وسلسلة بريكنج باد وبيتر كول سول أو ذا واكينج ديد وغيره في المستقبل لو عشنا. يعني كل ده كان مستحيل بدون الوصفة اللي قدمها وأثبت نجاحها سوبرانوس وخلى القصة الطويلة أو سيريالايزد تي في هي العادي والموضة الجديدة اللي معاها بطبيعة الحال ما بقاش ينفع خلاص الشرير السطحي الساذج ده يبقى موجود اللي هو بس هنا عشان يضايق البطل، ولو البطل مات ولا عزل ولا مشي قوة الشر دي هتقفل وتقعد في البيت وكده كده هيموت في آخر الحلقة وخلاص على كده. لا، لازم يتطور هو كمان مع البطل ويكون على نفس المستوى وإلا البطل نفسه هيفقد قيمته ومكانته. فإيه اللي حصل؟ النوع الجديد بقى في الحقيقة لو تركز معاهم مش وحشين ولا حاجة، ويمكن توني أو البطل نفسه أسوأ منهم أساسا، بس لأن المسلسل مش بيحكم عليه أو عليهم بدأ ترند أو مفهوم جديد للخير والشر في التلفزيون. إزاي؟ بص كده على أبطال مسلسلات العصر الذهبي اللي قلنا عليها وهتشوف الفرق اللي عمله توني بالظبط. تقريبا 90% من الفيلنز والأبطال في الأعمال دي عبارة عن نفس الشخصية بس من ناحية مختلفة، يعني وجهين لعملة واحدة زي ما بيقولوا. الفيلن دايما بيكون نسخة مبالغ في جانبها المظلم من البطل اللي عنده نفس الهواجس والعيوب لكن إلى حد ما قادر يستوعبها ويسيطر عليها في الوقت الحالي زي ما توني بيعمل وحياته بين العيلتين، وبيعيش لابس وجهين في حياته، يعني جواه الطيب والوحش، مش لازم يكون كيان منفصل عنه ولا حاجة غريبة عليه عشان يوصل الصراع قمته لما يفشل البطل في ضبط نفسه ويعدي للجانب الآخر زي جاس فرينج ووالتر وايت أو ريك جرايمز والحاكم أو نيجان ومعهم توماس شيلبي والمحقق كامبل وهكذا. Every fairy tale needs a good old-fashioned villain. You need me, or you're nothing. Because we're just alike, you and I. Except you're boring. You're on the side of the angels. لأن واحدة من أهم الصفات المشتركة بين الأبطال دول واللي بدأها توني سوبرانو هي عدم قدرتهم على التغير، أو بمعنى أصح عدم رغبتهم في التغير أساساً. ومهما عمل توني من علاج نفسي أو دخل في مشاكل ومصايب وقال بقى كل يوم هدية وهبقى إنسان جديد وهبطل السجاير ومش عارف إيه، هو نفسه مفيش فايدة، بيتحكم فيه دافع بتحدي نفسه، وكل ما ياخد خطوة في طريق التغيير يلاقي نفسه راجع تاني على خط البداية من جديد، كأن بداخله طفل بيعاند ومش عايز يصلح من نفسه، والصراع مع شياطينه الداخلية غير متكافئ وبالتالي لا يبشر بأي فرصة للتغيير. ورغم كل العناد والعنجهية دي في البداية إلا إنها بتكون عامل جذب وحاجة تحبها في الشخصية لأنه بقى مش مهتم ولا فارق معاه، وعشان كده معظم الشخصيات الباقية بتكون متعلقة بيه ولا مفتونين بتوني مثلا، ثم يبدأ الإعجاب ده يختفي والراجل الكول يبقى رئيس بايخ ويظهر على حقيقته مع تقدم الأحداث زي ما بنشوف. وبيعبر عن ده جاك ستيلر في سانز اوف اناركي إنه كل مرة بيعتقد إن هو ماشي في الاتجاه الصح بيلاقي نفسه في مكان ما كانش مدرك قبل كده إن هو ممكن يحس بالسوء ده، يعني سواء جاكس أو توني سوبرانو أو هاوس أو نيت فيشر أو دون دريبر أو ديكستر مورجان أو تومي جافن، في منتصف رحلتهم بيدركوا تماما بمنتهى الوضوح وضعهم المزري البائس وحتمية التغيير في أسرع وقت قبل ما يخسروا كل حاجة. لكن اللي بيحصل هو اللي جاكس بيوصفه بالظبط، كل محاولة بتكون صيخة في وجه أنفسهم عشان يفوقوا، لكنهم دايما بيلاقوا حجج عشان يستمروا في طغيانهم ويكتمل تحولهم لأسوأ نسخة ممكنة منهم، سواء شبه أبوهم مثلا أو زي أي حد كرهوه في حياتهم. It's in the blood. It's hereditary. Genetic predispositions are only that, predispositions. It's not a destiny written in stone. People have choices. You're born to this shit. You are what you are. لأنه في دماغه أو داخل تفكيره توني بياخد بنصيحة تيريون لانستر بشكل حرفي وبيستخدم عيوبه وتناقضاته دي كدرع في مواجهة الآخرين، لكنه في نفس الوقت بيستخدمها مش يتقبلها، واخد بالك من الفرق؟ فبتعمل حاجز يعزله عن أي علاقة صحية مع أي شخص تاني ويصبح كل تعامله بحذر من بعيد بحيث إن هو ما يسيبش الفرصة لأي مشاعر حقيقية تتكون مع حد حتى عيلته نفسها، رغم إنه في أشد الاحتياج للمشاعر دي عشان يسد بيها الفراغ اللي جواه، واللي عبر توني عنه بإيه القرف ده أنا مش حاسس بأي حاجة. Get stabbed in the ribs. That's painful. His shit. I don't feel nothing. Nothing. Dead.
Empty. عشان كده الشخصيات دي عايشين طول الوقت بحاجة كده أشبه بالفوران الداخلي اللي بيحسوا بيه نتيجة عدم قدرتهم على التكيف مع العالم من حواليهم، وإحساسهم دايما إن هم غرباء. حتى لو بين ناس بشكل ما بيحبوهم، هم برضه مش قادرين يبادلوهم نفس المشاعر. لذلك هتلاقيهم مميزين جدا في شغلهم ومجالهم أيا كان، وقدراتهم المميزة كشخصيات قيادية جاية من وحدتهم اللي بيحسوا بيها وعجزهم عن الاختلاط بالناس والعمل المشترك معاهم. لذلك لازم يكونوا رؤساء عليهم وقادة وحيدين على القمة محدش حاسس بيهم. All due respect, you got no fucking idea what it's like to be number one. Every decision you make affects every facet of every other fucking thing. It's too much to deal with almost. And in the end, you're completely alone with it all. عشان كده في رأيهم أو بالنسبة ليهم هم في أمان عن احتمال اختراق الحاجز الشيطاني بينهم وبين الناس، واللي هيخليهم يواجهوا حتمية التغيير اللي كلهم لازم بيعدوا بيه في وقت من الأوقات. وهنا بالظبط بيتميز توني سوبرانو عن كل الشخصيات الباقية، أو يعني بيعمل اللي مفيش مسلسل تاني بعده يجرؤ إن هو يقوم بيه تاني، وببساطة إن هو يتحدى الجمهور وما يعملش اللي هم عايزينه. لأن مع تقدم المسلسل توني مش بيتغير ولا بيتوب أو يعدل من نفسه، بالعكس بيزيد عنفه وقذارة، وفي ناس فعلا بدأت تكرهه وتتضايق منه في الموسم الأخير، خاصة وإن جرايمه بتزيد مع الوقت سواء مع كريستوفر أو كل اللي حواليه، وحاجات كتير مفيش بطل في العادي ممكن يعملها، بعكس مثلا والتر وايت اللي مهما وصل لقمة الجريمة والفجر جه في الآخر وعمل الصح وموت العصابة وأنقذ جيسي، وكمان أمن مستقبل عيلته، وظهر إن هو لسه إنسان مش وحش مكتمل التحول، وقال أنا بعمل ده لنفسي وهكذا. دون دريفر نفس الفكرة، في نهاية المسلسل واجه عيوبه وتغلب عليها واتعمل نهاية رايقة عاد فيها دون لنفسه وما بقاش شخص مهزوز أو وحش زي الأول نظريا. يعني خد عندك هاوس نفس الفكرة، جه في النهاية بقى إنسان. ناكي تومسون برضه في الآخر ما بقاش زعيم العصابة زي الأول، وعاش باقي حياته ببساطة وصالح أخوه واداله فلوس، وكل أبطال المسلسلات المشهورة تقريبا عملوا كده أو حاجة مشابهة ما عدا فيك ماكي في ذا شيلد، وغالبا مش ناس كتير شافوا المسلسل فما فيش داعي للحرق، لكن يرشح بقوة ولازم تشوف العظمة دي. بينما توني سوبرانو زي ما قلنا مش بيعتذر عن اللي عمله، كل مسيرته الدموية والإجرامية طول المسلسل بالنسبة ليه عادي لغاية آخر لقطة في آخر حلقة بعد ما تخلص من كل منافسيه والمفروض وصل للقمة. وحتى العلاج النفسي ما وصلش النتيجة، بالعكس استخدمه بشكل غير احترافي أو آدمي في التخطيط لجرائمه والتخلص من أعدائه، وبقت الساعة اللي بيجي يفك فيها من الدنيا ومشاكله عشان يطلع منها أسوأ بكتير من الأول. Seriously, we're both adults here, right? So, after all is said and done, after all the complaining and the crying and all the fucking bullshit, is this all there is? ولا هو تحول لشخص محترم أو أب كويس، بالعكس بقى حقود أكتر على أخته لما بدأت تعيش حياة عادية وتتحكم في مشاكلها مع بوبي، وبقى يتخانق معاهم ويرخم عليهم. وحتى المسلسل عمل كده زي ما تقول حركة صايعة شوية، مش عارف مقصودة ولا لأ، بس قبل ما يموت كريستوفر لو تلاحظ توني كان حرفيا هيموت أقرب 2 ليه من كل اللي موجودين، والوحيدين من الجيل القديم وأصحاب أبوه اللي لسه موجودين، سواء بولي على المركب أو هيش بعد ما خد منه الفلوس. كأن المسلسل بيسألك أو يستفزك عشان تفكر هل توني ممكن يعمل كده فعلا؟ هل وصل للمرحلة دي من السوء والإجرام؟ والإجابة بتكون لأ، لأنه هيحل الموضوع مع الاتنين ثم يديك الصدمة في وشك على طول ويخليه يموت ابنه الروحي واللي كان أهم واحد عنده في الدنيا، عشان يقولك ببساطة أيوة توني سوبرانو راجل وسخ ملوش حبيب ولا عزيز. عايز حاجة يا مشاهد؟ طب ما أنت ممكن تقول كلام كتير زي ده على مسلسل أوز برضه، وحتى ده كان قبل سوبرانوس أصلا، وده إلى حد ما صح، ومفيش اختلاف إنه مسلسل عالمي، بس في تويست صغير إن جمهوره مش واسع ولا كبير لا زمان ولا حتى دلوقتي، وكان يعتبر شكل أولي أو تجربة في النظام الجديد، بدليل إنه احتفظ بكتير من الأشكال القديمة زي البطولة الجماعية وتطور الشخصيات الثانوية أو القصص المنفصلة وهكذا. وكان في أصلا مشاكل كبيرة ما اتعالجتش وقتها وأوضحها النهاية وإزاي قفلوا المسلسل، والأهم إن مفيش أحداث عليها كلام كتير أو مناقشات زي نهاية توني مثلا، ده غير العنف الكبير والمواضيع الشائكة الكتيرة مع الصدمات المتتالية اللي بعدت قسم كبير من الناس عنه وما نجحش بالشكل المطلوب، زائد إن النجاح سوبرانوس الضخم غطى عليه، وكان كل حاجة التلفزيون محتاجها بالظبط في الوقت ده بالتحديد، وقدم ميكس مناسب لكل الناس من مختلف الأذواق. لو مش عاجبك شغل العلاج النفسي والمشاكل العائلية تعال شوف المافيا والعصابات، والعكس صحيح. ولو مش جاي معاك الشغل الجدي طول الوقت والقضايا الكبيرة اللي بيناقشها، عندك أحسن مسلسل عمل كوميك ريليف في العالم، ومفيش مسلسل في أي مكان مش كوميدي بيضحك كده زي سوبرانوس في نفس الوقت اللي فيه البؤس والحزن والاكتئاب والبكاء، وده خلى كل واحد يبني صورته الخاصة عن المسلسل وهو شايفه ازاي ولا حتى عايز منه ايه. واخد بالك يمكن أوز لو كان جه متأخر شوية ولا حاجة كان هياخد مكانة مختلفة عن كده تماما، لكنه بلا شك مهد الطريق للي بعده وساهم بشكل كبير ان سوبرانوس يتعمل بالشكل ده. وبس على كده انت ايه رأيك في الكلام ده؟ وشايف ذا سوبرانوس ازاي؟ وهل فعلا توني اهم شخصية في تاريخ المسلسلات ولا لا؟ When you see the humanity in Tony Soprano, for instance, the element of going to a therapist
says he's searching. He's looking for something else, looking for some measure of wholeness as a human being. And that's embraceable. And I think that's why that character worked, is that he would go and he would kill someone, and then he'd go home and he'd have to deal with his son's homework or tardiness or his wife is complaining. Or he was just a guy dealing with the stuff that we all deal with. And you go, oh, I know what that guy's dealing with. Every time you tried to do something good, it was that people wouldn't understand it. And they wouldn't like it, and therefore it wouldn't sell. And everything good that had ever been made had flopped. And anything good that had succeeded was an accident. And to see that show be that good, that sophisticated, and maybe it's just the business model of HBO that made it possible. Maybe that people are still right about this. Tony Soprano is going to mean something to several generations of people for a long time. How did that happen? You made it happen. I know, but that was not the intention. Of course, no one goes out to make a, what did you call him? A key personality in our culture. No one sets out to do that. I was just it was trying to earn some money and get some film to show.